الديل دالتيود 7320 بالذات فئه الاليت الاكس 2 زي ما انت شايف. خلاص مش محتاج تحتار تاني، سواء كان اتش بي او ديل، كل التابلت اللي انت عايزها هتديتشبل اللي بتفصل موجوده في منتج السورس. تعالى نبدا مع بعض بالاتش بي لان الديل احنا اتكلمنا عليه كتير. واول حاجه في الاتش بي طبعا زي ما انت شايف التفاصيل واللون بتاعه والشاكه بتاعته، اتش بي معروفه قوي بالذات فئه الاليت الاكس 2 زي ما انت شايف، ودي النسخه جي 8. قبل بس ما نتكلم الجهاز انا حابب اتكلم معاك ان التفاصيل كلها هنا معدن، وكمان وجود الناس دي زي ما بتسال هو ده مجرد شكل، لا ده بيكون الانتنه بتاعت الواي فاي 6 دي بتديك سرعه اتصال بالواي فاي، ودي حاجه مهمه جدا ما ينفعش طبعا نهملها، مع وجود طبعا الفينجر برينت اللي موجوده في مكان مميز. انا بشوف ده من احسن الاماكن اللي تحط فيها الفينجر برينت، مع وجود طبعا الكاميرا الخلفيه. على بقى نفتح الجهاز كده بشكل سريع واوريك الجهاز الشاشه بتتفصل. الاهم هنا واللي بشوفه مميز عن ديل ان هنا حافظوا ان تفضل الجوده بتاعه الخامات بتاعه الكيبورد من الالومنيوم او المعدن، فده برده بيكون مميز جدا. مجرد ما عملت كده اصبح معايا تابلت من غير لابتوب. تعالى بقى اكلمك على التابلت وتفاصيله وكل الميزات اللي انت ممكن تبقى محتاجها. زي ما انت شايف احنا واقفين بنصور في الشمس، فطبعا النت بتاعته عاليه جدا. لو انت هتصور في مكان او هتقعد في مكان محتاج يكون معاك جهاز النت بتاعته عاليه، طبعا وجود سماعتين من مانج اوفلسن، كل المميزات اللي انت ممكن تبقى محتاجها من التفاصيل الخاصه بالرامات والهاردات. وخلينا سريعا كده نستعرض المواصفات بتاعته. وجود عندك طبعا الكور اي 5 معالج الجيل 11 2.6 جيجا هرتز على معالج زي ده مميز جدا، مع طبعا رامات ال 16 والهارد ال 256. طبعا وجود الانتل ايرس يعني هيديك الحاجات الفوتوشوب وكل الامور اللي هي 2 دي بشكل مميز جدا. طبعا وجود الكاميرا مع فيس اي دي والسماعات، الجهاز مميز فريمنس مش زي الابعاد القديمه. كمان وجود المخارج التبريد هنا مع وجود شاتر، لو انت تقدر تاخد بالك من هنا يقدر يحمي لك كاميرا ويفصلك الكاميرا الاماميه. طبعا ممكن يكون باين شويه معانا الاي ار سنسور اللي بيعمل هالو ويندوز عشان يكون في فيس اي دي تقدر تفتح بيه. طبعا المخارج هنا بتكون طبعا معاك هنا الزرار اللي بيعلي ويوطي، والناحيه الثانيه مخارج التايب سي ساندر بورت 4 فتقدر تعتمد عليه. واحنا كنا عملنا فيديو قبل كده انت ازاي تستفيد من المخارج والساندر بورت 4 في دعم حاجات كتير قوي، سواء توصيل الشاشه او حتى توصيل كمان للداتا وسرعه نقل كبيره بتوصل ل 4 جيجا بت في الثانيه. كل التفاصيل دي كلها موجوده في الاتش بي الاكس 2 الاليت. وتعالى اكلمك على الديل طبعا 720 كنت كلمتك بيه كتير، بس هي فرصه كويسه ان احنا نقارنه مع التابلت الاتش بي. طبعا ده الديل دالتيود 7320 ده شهور خلاص انت حفظته وانا كلمتك عليه كتير قوي، بس المره دي خلينا اتكلم على الحاجات اللي انا ممكن يكون ما اتكلمش عليها قبل كده. طبعا نفس الفكره في الكيبورد، ووجود طبعا القلم المهم جدا عشان تستخدمه مع الجهاز. طبعا الاتش بي القلم بتاعه متوفر بس بيكون بشكل منفصل، والقلم عندنا بيكون جديد اوريجينال. خلينا اول حاجه مجرد ما بتفتح الجهاز طبعا زي ما انت شايف الكاميرات برضه اللي موجوده والفيس اي دي وكل التفاصيل انت تبقى محتاجها. طبعا زي ما انت شايف هنا خلاص اصبح معاك تابلت برضه وزنه خفيف جدا والخامات بتاعته مميزه، ودي اللي دايما هتاخد منها اعتماديه بشكل كبير. وشاحن برضه تايب سي ب 65 واط. طبعا ما فيش هنا غير محور واحد او اثنين، فممكن يكون بالنسبه للاتش بي هو 2 بورت مش 3 بورت تايب سي. طبعا كل الميزات اللي انت محتاجها يفوق هنا طبعا ان هو بيجي معالج كور اي 7 متوفر منه الكور اي 5 بسعر يعتبر احنا بنشوفه قيمه مقابل سعر بشكل كبير. بس نستعرض المواصفات سريعا. كور اي 7 الجيل ال 11 لو خدت بالك هنا اداء المعالج يعتبر بالنسبه للجيجا هرتز اقل من اتش بي، بس هنا الرامات برضو 16 جيجا والهارد 256 نقدر نعمل معاك ابجريد لحد 512. وكمان الانتل ايرس اللي موجود برضو اللي هيسهل لك جدا استخدامات الفوتوشوب. فانت لو استخدامك خفيف للكاد او حتى للفوتوشوب الجهاز ده هيكون مميز جدا. زي ما انت شايف وزن خفيف، ابعاد تكون مميزه جدا بالنسبه لتابلت ولابتوب في نفس الوقت. الجهاز يا جماعه بيشتغل معاك لابتوب طبيعي جدا، كل بس الفكره ان انت بيكون معاك حاجه سهله الاستخدام، والكيبورد بيكون معاك موجود هنا بشكل اساسي. فانت حتى لو مش محتاج الكيبورد تستخدمها كل كيبورد يطلع لك هنا على الشاشه، فاصبح الاستخدام مميز جدا. كل ده وكل استخداماتك سواء كانت 2 ان 1 او ورك ستيشن او بزنس موجوده في مكان واحد. 36 نص سبيل وقاد ارض الجولف مدينه نصر، وفي انتظاركم تنورونا.